انا عايز يعني اختم الاخبار دي بخبر الحقيقه الاخت حلا شيحه. حلا شيحه بقت داعيه اسلاميه. حلا شيحه كانت فنانه قدمت اعمال قليله واعتزلت، تزوجت رجل امريكي كان بيعمل في المركز الاسلامي في امريكا وهو اللي خلاها تتحجب. لكن انا ما توقعتش انه المواقع النهارده تنقل ان هي بتسافر في جولات دعوة اسلامية في العالم، وان هي بتقعد تعظ المسلمات وتدعوهم لارتداء الحجاب والنقاب في مناطق مختلفة من العالم. في كل الاحوال يعني انا ما عنديش موقف انها تعمل اللي هي عايزاه، لكن انا موضوع الدعوة وان انت تبحثي عن الاضواء يا حلا بعد انحصارها عنك فنيا مش عارف يعني، خصوصا انه المسألة محتاجة علم وبحث ومش محتاجة شكل ولا اسم ولا شهرة ولا تاريخ من الشهرة. والمسألة اعتقد لابد انها ترتبط بالازهر الشريف، يعني اذا كان في داعية او ذكر او انثى يبقى لازم يفوت على الازهر الشريف وياخد منه التصريح. وعشان كده انا سعيد باللي قاله النهاردة وزير الاوقاف، انه لابد لاي واحد يعتري المنبر يكون ازهري، وانه لابد ان يصدر قانون انه كل من يرتدي زي الازهر يعاقب.